يا صباح الجمال على عيونكم. النهارده بقى هعمل لكم جوله في بيتنا الجديد، بس عندنا بقى عزومه النهارده، فهشارككم اليوم كله من اوله لاخره بقى ان شاء الله. بيت السعد والهنا. قررنا ان احنا نعزم العيله كلها، وكمان افرجكم على البيت واحده واحده كده طبعا بس على السريع. بصوا مستعجله ازاي، شايفين مستعجله ازاي؟ لان هي النهارده هتعمل بقى عزومه وهتخرب الدنيا، فعلشان كده مستعجله في الجوله، لان احنا كل حاجه بنعملها في نفس اليوم. يعني انا جبت الطلبات النهارده والعزومه النهارده وهوريكم البيت النهارده، فيلا بينا بقى افرجكم على البيت، وان شاء الله يبقى بيت السعد والهنا كده ويعجبكم. ده مبنى البيت زي ما انتم شايفين ما شاء الله. المبنى جميل، شكله جميل جدا، وبالليل بيبقى احلى لما الاضاءه بتقيده كده. طبعا الجنينه زي ما انتم شايفين الجنينه جميله وواسعه. ده الباب الرئيسي، وفي باب تاني هنا اهو، جنينه تانيه كده منخفضه مع السلم ده الشياكه ده باب تاني. المفروض ان ده باب الجراج اللي هنا على الشمال. تعالوا بقى شوفوا الجمال ده والمكان التحفه ده. بصوا ادي هنا بقى ده حمام سباحه اولمبي. عايز اقول لكم ما شاء الله الولاد عايزين ينزلوه من دلوقتي، بس لسه الجو برد شويه. حمام السباحه زي ما انتم شايفين كبير جدا، وهنا كمان في قاعده حلوه قدام البسين كده، عشان في الصيف نقعد في الحته دي وناكل بقى ونقعد نعمل حفله مشاوي. المنظر صراحه تحفه. يعني بصوا منظر الترابيزات على البسين كده شكله يجنن. المكان تحت السقف دوت معموله اكنها تنده. جميل كده الباك يارد بتاعت البيت اهيت جميله جدا ومليانه مساحات كويسه. وادي هنا الجزء دوت الناحيه الثانيه موجود هنا بقى حمام ومطبخ صغير كده. تعالوا بقى اطلعكم اوريكم فوق. هنا بقى نطلع من هنا كده علشان ندخل المبنى جوه. ادي كده بقى واجهه المبنى جميل واعمده شياكه. بسم الله بقى ندخل جوه. هنا بقى في قعده صالون كده حلو، اول ما تخشوا من الباب شكلها تحفه. ناقصه بس تلفزيون هيجي هنا وتبقى القعده 100 100. لسه هنجيب تلفزيون هنا علشان يبقى القعده دي كده كامله. وفي الوش بقى المطبخ بصوا جميل ازاي وشكله حلو قوي، وهيبقى جميل في التصوير لما اجي اعمل لكم بقى الوصفات اللي انتم بتحبوها المفتوحه على الريسبشن، لان انا بحب المطبخ المفتوح اهو. شكله جميل وهادي خالص وكيوت ورقيق خالص. ده المطبخ، بس طبعا لسه بقى هنرص الحاجات دي. لسه الغساله لسه طبعا هنجيبها تبقى مكانها هنا. يعني المطبخ شكله شياكه جدا وجميل جدا. واحلى حاجه بقى ان السفره جنب المطبخ على طول. يعني انا لو مثلا عامله الاكل هنا احطه هنا ونقدم الاكل على طول يبقى قريب للسفره. واحلى حاجه برضو ان هي يعني بعيده عن القعده، يعني القعده في حته والسفره في حته. وهنا كمان في قعده حلوه برضو كده عشان نخلص اكل ونقعد هنا ونتسلى ونبقى قاعدين براحتنا. وده كده الريسبشن بتاعنا اهوت. طبعا هنا في غرفتين تحت وفي حمام تاني. تعالوا بقى نطلع الدور اللي فوق. هو طبعا في دور لسه تحت وده اهم دور بقى، هوريكم اخر حاجه عشان ده احلى دور بالنسبه لي. يعني احنا الدور اللي احنا كنا فيه ده يا جماعه ده الدور الثاني. بص بقى برضو في كل حاجه، كل دور كامل من كله. حاطين سفره هنا، وهنا برضو دور الليفنج هنا قاعده قدام الشاشه كده والتلفزيون، ومعاها كده الليفنج ده برضو، وطبعا غرفه الحمام هنا والنيش وسفره. ودي السفره اللي تحت علشان خاطر في هنا كمان اهوت مطبخ كامل بكل حاجته. فاضل له بس نحط له شويه الاجهزه والدنيا تبقى 100 100. يعني انا لو عايزه اقعد اعيش هنا يوم كامل واطبخ ما انزلش تحت، كل الخدمات موجوده عندي هنا. وهنا برضو غرف برضو بالحمامات، يعني غرف الولاد دي غرف البنات وغرف الولاد هنا بالحمامات بتاعتها. تعالوا بقى علشان اوريكم من البلكونه من هنا المنظر هيبقى عامل ازاي، لان المنظر جميل. يعني البلكونه بتشوف كل الجنينه بالبسين، المنظر تحفه، الجو تحفه والمنظر جميل. البلكونه دي تعمل فيها بقى قاعده حلوه كده وكراسي، هتبقى قاعده جامده وتبص على المنظر الحلو ده. كده خلصنا الدور ده ووريتكم الدور اللي تحت بالغرف بكل حاجه. تعالوا بقى اوريكم الدور اللي هو اهم دور بالنسبه لي، هو تحت. تعالوا بقى بصوا، احلى حاجه ان هو داخلي، يعني سلم جانبي كده. يعني السلم الرئيسي ده اللي هو بتاع الدوبلكس اللي هنا، في سلم بقى تاني اللي هو بقى بيطلع على السطح وبينزل تحت. ولو عايزه انزل الدور اللي انا وريته لكم برضو انزل من هنا لو انا عايزه استخدم داخلي. كل دور ليه جرس عشان وفاء لو نايمه ولا حاجه نعرف صحيح. ده كده ده الدور اللي انا فرجتكم عليه. بس هو في المدخل برضه الجرس برضه. بس بقى الدور الجميل ده ده الدور ده بقى اهم دور في البيت كله. طبعا. ليه بقى؟ لان ده هيبقى فيه كل حاجه احنا بنعملها، قاعدين بنجهز فيه، وكمان في ترفيه ترابيزه يعني ده حاطين هنا ترابيزه البينج بونج ديت عشان نلعب، لان المكان واسع زي ما انتم شايفين. نالا قاعده اهي بتجهز بقى للعزومه اللي احنا هنعملها النهارده. هنقول لكم على كل التفاصيل. نالا بيساعدونا علشان هنا في مطبخ كامل بقى. يعني كده ده ثالث مطبخ في البيت، في كل الاجهزه وفي كل حاجه هي جميله. وفاء بقى مجهزه من بالليل. رحنا وجبنا بصوا اكله سمك النهارده
محترمة. وفاء يا جماعه هتضرب الرقم القياسي. يعني كميه العزومه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بالف هنا وشفا ليهم هتبقى كبيره. وفاء طبعا ايه ان شاء الله قدها باذن الله. بالظبط كده. احنا سالناهم عايزين تاكلوا ايه كلهم اتفقوا على ان هم عايزين يجربوا اكله السمك بتاعت وفاء. شكلت بقى جمبري وسيفود وكاليماري. بصوا جميع انواع السمك جبتها، بولتي وماكريل وبوري، يعني اصناف سمك كتيره. السمك ايه تاني معاك؟ وهنا اهو كابوريا والفيليه، وبرده ده نوع سمك هيتشوي، وجمبري وكابوريا وجندوفلي. يعني قلت لكم ايه؟ قلت لكم وفاء هتضرب الرقم القياسي في كميه العزومه بسم الله ما شاء الله. والف هنا وشفا ليكم. الف هنا وان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين بقى الدور هنا ده وفاء مخصصها لي كده. وفاء قالت لي ان احنا اي عزومه اي اكلات هنعملها نعملها هنا في الدور ده، نجهزها هنا ونطبخ هنا. وهنا في غرفه الغسيل وفي هنا غرفه ثانيه وفي غرفه هنا برضه. هنا كمان اهي بحمام على فكره، كل غرفه بحمام، يعني دي احلى حاجه. فاحنا قلنا المكان دوت بحيث ان ما يبقاش فيه هنا عفش يتبهدل وكده والناس يلعب، احنا نلعب نتسلى. وهعمل هنا كمان قعده البلاي ستيشن هجهزها هنا برضه. يبقى انت بقى مهمتك ان انت تجيب لي الحاجات اللي ناقصه من بره عشان في حاجات ناقصه. كله هيجي. ولو عايزه بقى ايه ام انجي تيجي تساعدك ونهال والاء وكل بقى. هو بص يعني انا هتبل وان شاء الله خلاص بسرعه. جم لحقوني يساعدوني مفيش مشكله، ما لحقونيش انا ان شاء الله هخلص. ماشي. بصوا بقى ام انجي العسل جت نورتني ازاي، والله العظيم ما بتتاخر عمرها. كل سنه وانتم طيبين حبيبتي يا اكتر واحده ملتزمه فيهم كلهم. صح والله جدع. كام 10 من 10 100 من 10 صراحه بكلمهم كلهم هي اول واحده جت. يعني الحمد لله جت قبل محمود كمان لان هو بيتهم احنا جيران وبيتنا قريبين من بعض فهي اول واحده. احلى مفاجاه السنه دي اقسم بالله العظيم في رمضان ان حبيبه قلبي وعيش ده اللي فرحت ان انا شفتها تاني والله العظيم. ربنا كل سنه وانتم طيبين. تسلم ايديك يا ام انجي. طبعا جايه تساعد وفاء لان ايه هي ما بتتاخرش والله على طول. بصوا ما شاء الله احنا عملنا الخلطه اهو. بصوا توم وجزر وبصل وشبت وايه تاني يا ام انجي حطينا ايه تاني؟ توم وبصل وجزر وشبت وفلفل وليمون وخل والبهارات السمك بقى اللي انتوا عارفينها يعني ظبطنا. عندك حبه تبدعيها بدعي السمك عادي يحب البهارات. وعملنا هنا بص غسلت معايا كل حاجه والله جت لحقتنا الله يبارك لها. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده بدعه النهارده ده كده خليك تشرب سمك في السوق. انت كنت لميت وصنفت كله. انت رحتي حلقه السمك ولا ايه؟ انا هبدا اول حاجه بصوا بالسيفود كده بسم الله ما شاء الله. هتبل كله مره واحده بنفس الخلطه دي. طبعا الخلطه دي انا صورتها معاكم كذا مره وعملتها كذا مره بس ايه بفكركم بيها اللي ما شافهاش. هقلب كده الخلطه. ده السيفود والجمبري هعمل منه كذا صنف والكابوريا هستخدم يعني بصوا الكابوريا خليناها كده للسيفود حلوه برضه مخليه. دي للاكل بقى. دي ودي هنعملها بقى اصناف تانية كده. اللهم صل على النبي بجد. مبدعين. مدلعه انا وجايبه الفيليه. النهارده يبقى يوم عالمي. الف كل سنه اقل حاجه والله. انت ابو الواجب يا ام انجي والله طول عمرها ما بتاثرش معانا. ربنا يديها الصحه يا رب والله. ربنا يبارك لكم يا رب. وعقبال يا رب ما اعمل فرح ولادك يا رب. يا رب. بس نكون احنا كبرنا وعجزنا. لا مش حابه يعني. ندى دي الجندي المجهول قاعده هنا اهوت بتقشر الجمبري بتشيل منه اللي هو الظهر بتاعه بتاع الرمل ده تظبط الدنيا وتساعد. لا ندى شاطره. حاجه النهارده انت تعرف ان انا ممكن اقعد واخلي ندى تعمل كل حاجه؟ طبعا انا بثق فيها على فكره. سبحان الله. هتطلع لمين؟ تطلع لامها. هي بقيه الفرقه جايه دلوقتي يا جماعه وايه عشان كله يساعد لان احنا الوقت قبل الفطار يبقى ضيق. بص بقى زي ما بقول لك ما تجيش تصرف. هنعمل كده. الله ينور عليك. ايوه هنقلب التخطيط. الله ينور. ايوه ليه لسه نقلب بايدينا؟ هي دخلت في بعضها واندمجت مع نفسها. ما شاء الله عليها نفسها تحفه في الاكل. عايزه اقول لكم المحشي وجميع الاصناف بحب الاكل من ايديها قوي. اعمل لك ايه تاني خلاص كده؟ هنتبل ده اقلبيه برضه. تسلم ايدك. ايوه يلا. ايوه لازم ندلعه. بس فوت في تاني ندلعه. يلا يا بدر. مش محظوظه بقى. ده انت مراتك محظوظ ولا انت اللي محظوظه؟ يلا دنيتك دلعنا الكابوريا دي كمان. استنى لا لازم ادلع لك ده الاول. بسم الله ما شاء الله. روقت علينا عشان الخلطه تندمج في كل حاجه. كده مع نفسه. يلا شايفين بقى اللي جت تاني بقى وبعديهم الخير عمال يهل. 10 دي كده 9 من 10. بس سحر خدت 10 من 10.
اللي بيجي اول واحد بياخد علامه 5 من 10. حبيبتي يا الاء بالفعل. بصوا هنا السي فود حطيناه وحطينا عليه الكريمه، نفس الخلطه اللي انتوا شفتوها بس حطيت عليها كريمه وصلصه جاهزه كده، وهندخلها الفرن كده. كل حاجه اتبلت، ما فاضلش غير التسويه بس عشان ما نسويش بدري، والسلطات بتتعمل والبصل بيتجهز كده ومخلصين، قربنا نخلص. طلعت بقى هنا عشان اسوي الاكل هنا في الفرن. الفرن ده جميل قوي، هيخلص لي بسرعه الاكل. اول حاجه هبتدي بيها كده كيس السي فود ده يستوي. بصوا بقى احط بقى الصاج ده برده كده يتشوي في الفرن اهو. بصوا برضو ادي الجمبري، شايفين الجمال الفرن ده برضو؟ هياخد بس تشويحه في الفرن. وهنا ما عملتيش الجمبري ده كده في الفرن اشمعنى يعني؟ لا عاملاه لك في الامارات لما كنا في الامارات وكلته في الفرن؟ بس انت شفتش طريقته. بديله صدمه يعني، بتبله عادي واديله صدمه كده في الجرال، وبعد كده ادخله الفرن ياخد تشويح. ودي كده الكابوريا برضه. الكابوريا دي عشان تعرفوا طريقتها بنفس التتبيله اللي وريتها لكم، بشوحها على النار وانزل عليها بشويه من الصلصه وشويه من الكريمه بس، ما بحطش عليها اي حاجه ثانيه. هي بقى ايه هنا كده في الدور اللي فوق، وهنا الدنيا تفضل نضيفه زي ما هي عشان لما حد يجي لنا يبقى الدنيا كلها طبخ تحت، والرز هعمله تحت والسلطات وكل حاجه بتتعمل تحت. مين اللي جه تاني؟ مين اللي خد 8 من 10؟ 5 من 10. لا 8 8 لسه في اللي باقي بقى لسه هياخد درجات اقل في ناس. مين اللي هياخد 0 بقى؟ هنشوف دلوقتي. والله انا هصور لكم اخر واحد عشان نشوف مين اللي هياخد. كل واحد هيجي هنديله درجه. هيجي هنديله درجه بالظبط كده. ربنا يستر امي ما تطلعش هي 0. لا بتجهز العزومه هي كمان. الحاجه ام محمود الحاجه ام محمود عدت الحدود. شايفين بقى ادي الشعله بقى بتاعتنا بتاعت الازمات وبتاعت العزومات، هي دي اللي وفاء بتستخدمها علشان خاطر تنجز معانا. شفتوها في تركيا وشفتوها في كل مكان معانا، لازم ديت بتبقى موجوده في البيت. يلا بقى على الرز بعد اذنك. خلاص شربتك خلصت. 100 على الرز بقى. الله ينور يا الاء. وربنا يكون نورنا النهارده يا جماعه. والله العظيم احنا ما عملنا حاجه كله بتعمله. تعبينهم معانا والله، ولا تعب ولا اي حاجه، بس جوعناهم بالريحه. لا عماله تقول لي الريحه جامده يا الصيام. بص بقى الخير لما بيهل مره واحده. الغساله الجديده جت على وشهم. لسه احنا طالبينها حالا، طلعناها دوت من الكرتونه. طبعا لسه هتتوصل، ونتصل بقى بالكول سنتر بتاع فريش علشان يوصلها لنا. دي غساله 9 كيلو. الغساله دي الموديل الجديد بتاع فريش، وان شاء الله هنركبها هنا اهو. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه جديد في جديد، احنا عشان لسه بنرتب وكده، فلو في حاجه ناقصه استحملونا يعني. فانت بقى تحطها مكانها عشان توسع لي الدنيا، وانا بقى انزل اكمل شغلي كانها ما جاتش. مش هنعمل فيها حاجه دلوقتي، لسه مش هنقدر نشغلها طبعا، لازم هم يجوا يوصلوها. ونشوف بقى مين اللي لسه ما جاش. دلوقتي بدا يجري، المغرب داخل عليه ما شاء الله. هو بس الفرن ده شغال وتحت الفرن شغال، يعني مشغلين البوتاجازين والشعله وكله حاجه ان شاء الله تخلص بسرعه. ما الناس نشيطه هي وفاء. لا الله ينور عليهم بصراحه. نشاط، عندهم نشاط اهو. بيعملوا لنا عصير الفراوله الجميل. فراوله لا دي جوافه. خلصوا الفراوله ودخلوا على الجوافه. والله عندهم نشاط يا وفاء. وعملت العصير الجوافه حلو، ونزودها درجه نخليها 9 من 10 زي الاخر. المغرب فاضل لها ربع ساعه ولسه الوحوش ما جوش. لسه الوحوش ده شكلهم كلهم هياخدوا 0 من 10. هياخدوا 0. ده هيجي لهم استدعاء ولي امر. والله يستاهلوا يا حمدي اهو لسه بنقوم. انا عايز ادخل لكم مش عارف. تعالى من هنا اهو، من هنا اهو. شفتوا لسه بنجيب في سيرتكم. السلام عليكم. فاضل لك عليكم ثانيه. السلام. 0 من 10 والله لان كل حد بيجي بياخد درجه. منورين والله يا جماعه. ده نوره. 9 من 10 لا 8 من 10. الله كده حسن كام بقى؟ لا واخده 9 من 10 وسهر واخده 10 من 10. الله انا اصلا كان معايا مشوار، فانا قلت ايه اقضيه عشان نقعد مع بعض طول اليوم. فين الباقي؟ جاي لوحدك؟ محمد بره ويحيى. بس يحيى حصل معاه بقى ايه، العجله منه نامت. اللهم صل على النبي، وشنا حلو عليك. وطبعا دكتور يحيى ما شاء الله يعني وشه بشوش، فمشي على العجله وهي فيها فرن. يا راجل فالطبيعي اللي يحصل بوظ الجنط. العجله تبوظ والشنط يبوظ. السلام عليكم. ايه اللي انت عملته ده؟ في حد يمشي على الجنط؟ ده انت دكتور حتى. انا دكتور، ده انت دكتور يا اخي. ده لو واحد لسه في كليه صيدله مش هيعمل اللي انت بتعمله. الحاجات دي مش محمد. بطيخه؟ الله يعني شغال. بصراحه مين هيجيب ابوك وامك والعيال؟ زياد جاي دلوقتي بالعربيه الثانيه. ماشي. وتعبين نفسكم وجايبين بطيخه وحاجات. البيت ما شاء الله فيه ابواب كتير. انا تايه انتوا ندخل منين؟ يمين يمين يا ابني. انت تسلى بقى قبل ما نخلص احنا الاكل. شام ريحه سمك قلب البيت. احنا عاملين حفله جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انت جبت البطيخه. انا جايب بطيخه اهو. اعمل ايه؟ ليه كده؟ شيلها بقى شويه، خليك بقى ماشي كده شويه.
وطي بقى وطي. تعمل ايه؟ العب كوتش. اصلا اهو. ماشي كمان لا العجله بنفسك. لا ده الموضوع صعب. يا ريتها نامت انا لقيتها بسم الله. مش حمرا ولا قرع؟ حمرا ولا قرع؟ ما لازم نحمر. محمد صارف ومكلف لا حمرا. منطقة الشتاء كده حلوه. انا توقعت قلعه صراحه عشان مفيش بطيخ. لا هي حمرا. انا رحت اجيب السكينة عشان افتحها. خلاص يا اسطى يا اسطى انت متاخر يا اسطى. الشله دي كلها كده واخدين 3 من 10. الشله دي واخدين 3 من 10 كده عشان نبقى متفقين. 3 من 10. فاضل 3 ثواني على المغرب وابوك وامك لسه ما جاش. جبتوا عصير جايبين اهو بيعملوا لنا فريش. مين اللي بيدي كده؟ بصوا بقى هنظبط بقى القعده هنا زي ما قلنا لكم. هي دي هتبقى القعده الرسميه بتاعتنا. اي عزومه مائدة الرحمن. تبقى مائده الرحمن. هنظبطها كده الترابيزات كلها ضمناها على بعض عشان نقعد مع بعضينا زي شايفين. هيبقى قاعده كده في الهواء الطلق معانا كل حاجاتنا هنا اهو. بس انا مش راضي عجباني الترابيزات دي قوي جميلة. بصوا بقى الهواء بيطير بقى المفرش. فاحنا ممكن نغير بقى ايه يا جماعه؟ نغير ايه؟ المكان بتاعنا. نغير المكان. الاكل هيبرد بسرعه. الاكل هيبرد واحنا هنا بحري فاهمين. احنا هنا ايه منطقه بحريه عشان كده الهواء شديد. احنا بنقعد جوه على الارض هنا يا جماعه. كده تبقى قعدتنا هنا كده. نفرش هنا كده ونقعد كده نتلم كلنا في دفى بعض كده. نتدفى مع بعضينا. امسكوا مع عمكم. على فكره اللي هيجوا دلوقتي دول مش زيرو. ده هيبقوا تحت الصفر. زيرو. زيرو. انت 3 بس انت عشان فرشت المفرش تاخد 4. لا بس انت كده شاطرين ما شاء الله. احنا الاربعه فاحنا الصفر. بص تعالى يا حمد. تعالى بص كمان الرز. الله اكبر. الرز ايه صياديه. هو ده الرز الصياديه اللي احنا بنحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. على مالك والجمبري بقى يا فوقه. طب اطلع لك الجمبري كده حلو. ماشي. الجمبري استوى؟ المنظر شكله تحفة. يا جماعه انا عايزه اقول لكم اللي وفاء عامله شويه كابوريا ما فيش محلات بتعرف تعملها. واقسم برافو. دي حقيقه. هتعجبكم ان شاء الله. مش بالجامد على فكره والله مش بالجامد. بنربها عشان شمت الريحه. بص ما شاء الله السمك المشوي. يا عيني عليك يا ماكريلو. طبعا الاكله دي كانت مستحيل تتاكل فوق. هنا ناخد راحتنا ونبرطع. وهنا احسن من بره على فكرة. وهنا احسن من بره. الاكل ما يفرقش. الله ينور عليكم. الفيليه ده يا جماعه جميل جمال ملوش مثال. الطاجن التركي ده حلو هيعجبهم برضه. عارف يا حمدي؟ طاجن التركي. سيفود التركي. اللي كنت بتعمليه في تركيا. التركي. مين اللي جه؟ الفريق كله. تعالى عشان نديهم -5. يا حمدي جيروا بعدين. انتوا فين؟ ايه جايين بدري ليه؟ لسه المغرب ما ادانتش. مستعجلين ليه؟ براحتكم. انا عايز اقول لك الريحه جايباني من اول الشارع. لا والنبي يا اخويا انتوا جايين على الجاهز. والله الريحه اي جامده. كلام. لو معاكم سواق كده كان جابكم بدري. سواء اي كلام. المشكله مش فيا. كان في مدرسين في البيت. ثانية واحدة بس ما تاخدوناش في دول. خشوا بس الاول كده. منورين الدنيا كلها. منوره الدنيا يا حاج. لا انت حبيبي. منوره الدنيا. الله يخليك يا حبيبي. خش. ازيك يا نيره؟ خش على طول. خشوا الدنيا جاهزه وبص. اوام في ثواني هجيب اللوم عليا. جايين على الجاهز. خلي بالكم محمود لغايه دلوقتي لسه ما جاش. محمود كده يابا واخد اقل درجه لان كل واحد بيوصل بياخد درجه. هرمي لك عليه دلوقتي يا انا خليل. رنيت عليه وجاي في الطريق بس متاخر. بس بقول لك ايه الريحه جامده والله العظيم. المنادى اللي عامله الاكل ده كله. خش. لا ده محتاجه تسقيف. خش بالهنا والشفا. ان شاء الله. تديها كام يا وفاء؟ وفاء فوق. بص الحاجه ابو محمود اديها 10 من 10 زينا. لا انت كده بتطبلي. لا مش عشان خاطر امي نطبل. لا جايه متاخره. لا يا وفاء انا جايه متدلعه. انا اللي كده هعمل 10. مش انا المفتح. عليكم السلام. المال الحلال اهو. المال الحلال اهو. السمك جننوا.
السمك جننه. لا لا السفرة جامدة يا جماعة والله العظيم. وفاء تسلم ايديها وكل اللي ساعدوها. بقية الأكل لسه ما اتحطش بس المنظر لغاية دلوقتي يشرح القلب. بألف هنا وشفا للجميع. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل سنة وحضراتكم طيبين وده من فضل ربنا علينا. ونعم بالله الحمد فضل لله. ربنا عليا أنا شخصيا كبير قوي قوي ملوش حدود. الله يديك الصحة يا كل رب. أولادي بفضل الله حواليا. الحمد ودي لله. أحسن حاجة في حياتي. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا في السراء والضراء وبشكركم على كلامكم الجميل وربنا يبارك في حمدي ويبارك في أولاده وما يحرمناش الله من بعض. يخليك يا بابا. الله كل سنة يخليك. وانتم طيبين مرة. لا بس التيشيرت اللي انت لابسه جامد. ما انا جاي مخصوص عشانك. اوعى لابسه مخصوص عشان اوعى الشياكة. عشان بيحب الحلو. سبب الدب يا عيال، سبب الدب يا عيال. الدب والحجة. يا رماية شفت بقى من ازيك يا بابا عامل ايه؟ ازيك يا نهان. ازيك يا ام ويندي. ازيك يا ام ندى. ازيك يا كبيرة. كل سنة وانتم طيبين. ازيك يا ندى حبيبة قلبي. يشوف الفيديو ده يقول بسم الله ما شاء الله خمسة وخميس على اولادك يا ام محمود. اللي عدت الحدود. صعبة النبي بقى. لا عليه الصلاة والسلام. الله عليه السلام. تعالى خلي محمود هو فين؟ بره. محمود جاي يا جماعة. تعالوا بقى علشان نتخانق معاه. اخر واحد. هيجي لي منين؟ تعالى تعالى. لا خليك العيشة لسه ما اتدنتش. بالك رش مش جايب ما انا مش جايب ايدي فاضية. جايب باكت القهوة. سنة طيبين يا حبيبي. وانت والصحة والسلامة. جاي متأخر ليه؟ وربنا التليفون ما اعرف قراره مش عايز دايما بيجي اخر واحد اذا كان والله العظيم صحيت لقيت التليفون عليه 27 غدا ما اعرفش مين. يلا المهم ان انت لحقت قبل الفطار بس انت واخد اقل درجة. اقل درجة ده أقل درجة. انا المفروض اخد صفر مش على فكرة لا سالب صفر. واخد استدعاء ولي امر. هتلاقي ما شاء الله اكبر فسفور كتير يا ابني وانا مش عارف مرات اخويا حمدي خش. محدش يتخانق معايا ومحدش يشتم راحت عليا روح. بس جاي لي كده بصي جاي لي كده جايب لك راش. جاب لك زوبه. كل واحد بيدور عشان نفسه. لا انت كده بتخون. والله مين اللي رن عليا؟ انا رنيت عليك 200 مرة. خدت بالك وفاة اديته 10. ما وفاء بتاعت مصلحتك. بتخون يا محمود. والله العظيم التليفون ما سمعت والله ما سمعت. يلا المهم ان انت لحقتنا قبل الفطار هو ده المهم. مالكش دعوة. سايباني ليه؟ امشي يا فهد امشي. انت جاي اول واحدة دي خلي بالك. ده لو حد اتعرض لها انا اللي هقف له. بس كده. امشي بعد اذنك. دي جاية اول واحدة دي ابو الواجب. انت مع الخد خلاص مش عارف مالكش اكلمك. دعوة. مش عارف اكلمك بعد كده. ما تيجي شطنا شطكوا لسه صغير حطي فيه توبة وهو يكبر ينفع أكل اتفضل. ينفع اتفضل. ينفع الأكل محدش ياخده اتفضل. يلا نخرج ارتاحي يا وردة قفلي يا وردة دخل رجلك جوه خرج رجلك بره السقف 3 سقفات والنار 3 نطات يا حلاوتك يا فستانك يا ساعة منورة ايه العروسة مليانة بسبوسة ايه مشروبي مليان ادعوا له يعمل بيت ابوه وكمان ادعوا له يعمل بيت ابوه. تشجيع من نار 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 ويلا هيلا يلا يا عفروتو هيلا هيلا. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. السمرة جميلة خد يا محمد. واللم اللم اجمل. انا بقى في حاجه عايز اعرفها ايه هي يا وفاء معلش ايه دي؟ ده طاجن ده خرافي ده. بيتعمل بالكريمه. هو ده الوحيد اللي على الصفر هنا؟ هو ده مختلف.
مختلف. تعرف انا توقعت ده ايه؟ انا قلت ده انت عاملاه طاجن بطريق. لا بس بصراحه السفره عملاقه فمحتاجه تشجيعه. ألف هنا وشفا يا جماعة، ومش محتاجين لا تسقيف ولا تشجيع، احنا أهل في بعضينا ومفيش ما بيننا غريب، ويبعد عننا أولاد الحرام على رأي أمي، أهم حاجة يبعد عننا أولاد الحرام. يا شطان ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان. لسه المغرب ما اتدارتش، أول ما هتأذن الدكتور يحيى فين؟ جاي يا يحيى. يا يحيى. اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت سلمت العروق وذهب الظمأ ثبت الأجر إن شاء الله. يلا بسم الله. يا سلام. وفاء لا دي تيجي يلا. جامده.